مع بداية الصباح رجوت ربي أن يجعلني ويجعلكم من أسعد خلقه، ويرزقني ويرزقكم أضعاف أمنياتكم حتى ترضون. صباح الخير. في تحضير الخبز الكامل غادي نحتاجو 3 ديال الزلايف ديال الدقيق الكامل، وبطبيعة الحال غنغربلوهم. وهنا اللي غادي تخلي النخاله ديالها تخليها، اللي غادي تحيدها فكتبقى نقيه وكيبقى لكم الاختيار. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وغنحتاجو كذلك معلقه صغيره ديال الملح صافي. وغادي نحتاجو ماء دافي للعجن. غادي نهز داك الماء غادي نديرو على الخميره ديالنا باش كتذوب، ومن بعد كنعجنوا العجين ديالنا بالطريقه العاديه. فما تقصحوش العجين ديالكم باش يجيكم الخبز ديالكم رطب صافي. هنا بعد ما عجننا غادي نغطيوه، وبعد ما كيخمر خليوه يخمر اكثر من هكا حتى كيتضاعف الحجم ديالو. كيف ما كتشوفوا راه هو رطب لكن ما كيتلصقش في اليدين صافي. مباشره غادي ندوزو نكوروهم. كيف ما كتشوفوا معايا فرشنا ليهم النخاله، وحتى في الوجه ديالهم غادي نديروا ليهم النخاله. صافي غنحطوهم في الصفيحه ديال الفرن متباعدين شويه، وفرشوا ليهم ورق الطبخ اولا هكا فرشوا ليهم النخاله صافي، وخلوهم متباعدين شويه باش تقرصوهم. هنا راه قرصتهم غير بالكف ديال اليد، ومن بعد قطعتهم هكايا بالززواره ديال الخبز بطبيعه الحال صافي. ونغطيوهم حتى يخمروا. هنا راني ما خليتهمش يخمروا، غير وريتكم يعني كيفاش غديروا بعد ما كيخمروا. كترشوهم هكا بالماء وكتدخلوهم مباشره للفرن. سخنوا مزيان الفرن ديالكم قبل ما تدخلوهم، وشعلوا العافيه من الفوق ومن التحت، اولا شعلوها من التحت حتى كيبان لكم راه طاب من التحت، ومن بعد كتشعلوا عليه من الفوق مع الفرفره باش يعني دغيا كيطيب، يعني كيتساوى الطياب ديالو صافي. وكتخرجوه مباشره كتغطيوه بشي منديل باش كيرجع فيه هذاك الصهد ديالو كيولي رطب بزاف. معكم قناه وصفات، ومبقى لي الا نقول لكم مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.